يا مساء الخير، كيفكم جميعا؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. مستغربين الوضعية اليوم، ها؟ الكل هادي وكل واحد ماخذ له على جنب وقاعد. التعب بعد العمرة. شلونك ماما؟ الحمد لله. بعد العمرة ثاني يوم تقريبا مش؟ ايوه ثاني يوم. له يومين الان هو خالد. انا تكلمت شوي بالسناب. خالد امبارح ارتفعت حرارته، بدأت بالارتفاع امبارح تقريبا بالنهار او بالليله هاي كانت ذروتها. كانت الذروة معاه. وصلت 39 ونص. ايوه نص زياده. ايوه، ما يعني احنا بنراقب بالشحطة قاعد. شوي بتوصل ل 40. ايوه، تعب له يومين، حرارته مرتفعة، اول شي كان حاس حاله تعبان بعدين ارتفعت حرارته، بس اليوم ان شاء الله بنقول احسن من امبارح. اي احسن. اخذ مسكنات وخافض حراره. خلصت العلبه مو؟ ما هو غلبني بالشراب. الشراب ما بيشرب الشراب. تحاميل حولناه على التحاميل. تالين الشطورة اليوم بلشت حرارتها. اليوم فاقت الصبح قالت بدي اعمل دوش. ماما معليش بتحممي؟ تحممت بعد شوي وحسيت البنت قاعده بترجف. مالك؟ بتقول حاس حالي برده. اليوم قستها وانه حرارتها كمان 39 ونص. قلت لها يلا على الدواء. ومين كمان معانا اليوم؟ معانا ياسمين برضه من شوي بدأت فيها. ياسمين بلشت من الظهر وورا انها تعبانه، كمان ارتفعت حرارتها. فبكره وبعد بكره تقريبا هي المدارس مش؟ اتوقع بنغيبها يوم يومين بس حتى تصحصح مشان ما تعدي حدا. ايوه. شو انت قلتي لي الشراب وايش كمان بدي شراب وتحاميل وبدي شويه فواكه عشان الفيتامين سي، مشان نشاطهم. شويه فواكه. فهسه بدنا نطلع على البقاله انا وابو خالد نحاول نروح نجيب لهم شويه فواكه. يعني بتضل الفواكه افضل من من الادويه. احنا ما بنوديش على الدكتور غير لبعد 3 ايام من الحراره اذا استمرت. اذا استمرت ان شاء الله بيجي بستمر يوم والثاني والثالث ان كثرت تكون راحت ان شاء الله. ان شاء الله. فعلى فواكه، على شو اسمها هاي، مسكنات خافض حراره اكثر شيء. جلس مبين على وجهه انه تعبان خالد. شينا ترى انا امبارح انا في عندي الفجر، قبل الفجر ممكن فقت. ايوه. ورغد شفتها كانت فايقة، اجت قاست حرارتي طلعت 39 ونص. ما اجت فيقتني بسرعه. ما مركضي خالد مرضان. على الكمادات عاد خالد والله ركضت على الكمادات لانه 39 ونص يعني عالية كثير. صار يهدول بالليل هاي قالت لي رد، قالت حسيت على صوته وقاعد بيسولف ونايم. ايوه. شو قلت السولف؟ شعر. يلا ما عليهم غير العافية، بسيطة إن شاء الله، عرضية. واليوم عاقلة تالين هادية ما فيش شر. بعيد بوجعني حلقة بوجهها. بسيطة إن شاء الله، موضوع طبيعي عادي. وغير تقلب الجو الساعة، والله الحر برا صحيح. وبقعدوا قدام المكيف وبطلعوا كل شوي بتروش وبيقعدوا قدام المكيف عادي. تقلبات الجو. تقلبات الجو. يلا الله يفرجها يا رب. يلا هسه خلينا كان نروح على البقالة. بخلص الفيديو تبعي باقي له شوية وبنزله إن شاء الله. اوكي يلا ماشي. يعطيك العافية. رمان، ايش رايك؟ هذا رمان يمني شوي. عضي لك شوي منهم. هذا التفاح هذا مبين كويس. هذا عبي لك كمان حبتين 3. لا يعني مش حبتين 3، يعني كيلو، 6 حبات كيلو. كل ما نيجي لهون لازم نمر على قسم القهوة، نشوف كل شيء طالع جديد ونشتري. لازم نشوف لنا قهوة جديدة. بدنا نجيب لنا ماكينة اسبريسو خالد. يلا خلينا احنا بنجيب هسه. شوف احنا بنجيب القهوة هسه بعدين بنفكر بالماكينة. نشتري القهوة ونشتري الماكينة. طبعا بنلف ومندور واخر شيء بنرجع القهوة التركية. البنات بدهم نسكافيه مش انا. نقول بابا جيب لنا نسكافيه. هاي رغد عشان الحلويات وتشرب.
مش لازم تختم الفاتورة. هاي جديدة. والله مش كل المراكز بس يعني بعض. هذا اللي احنا نجيبه؟ لا هذا عندنا منه بدي للصغار. بس قربت تخلص. تحاميل ايش رقمها؟ 25. 25 ايش هي؟ روفيناك. روفيناك 25. هذا روفيناك صح؟ ايوه هاي. حسن. بالله عليك. شكل العد والدتي يجيني. ضليتني ورقد عاد اخر ما شيء. فيش برد مش حرارة بس. ألم بالحترة ياسمين مش حاسة وخالد. بطعمة شيء. بالله. كورونا يعني؟ لا شو مع كورونا مع كورونا يا ام خالد. ما هو بس ما تحس. ساكتي هاي ما هي مع كورونا. تالين شو اسمها هذيك ياسمين اول ما بلشت ألم بحلقها. حلق حاس كل شيء مر. طعمه هيك اي مرة. الله يستر. الله يسترنا عادة فترة وبتعدي ان شاء الله. هسه وصلنا على البيت الحمد لله. اول اشي بدي اساوي عصير الليمون. بدي اقشر هذا الليمون واحط زنجبيل فريش ومع النعناع الاخضر واضربهم بالخلاط مع شوية مي باردة. طبعا هذا المشروب ما بقدروا يتحملوه خالد وتالين. راح اسويه لياسمين وابو خالد بما انه بلشت على قولته عليه الاعراض. وين ياسمين؟ مالها تالين؟ بعدها توتو؟ يا توتو تالين نمتي؟ ها؟ يلا قومي جبتلك برتقال. يلا قومي شاطرة. جبتلك برتقال. بسم الله وقعت هاي ديت المي. جبنا برتقال وكيوي وموز. اقشر لك تاكلي؟ حاسة رجعتي تعبتي مرة ثانية؟ يلا عليك العافية. بردانة كثير. عليها حرارة. بردانة شكله رجعت ارتفعت حرارتها. لا حرقانة بسيطة في حرارة بس شيء بسيط وعشان الموعد ام خالد يعني موعدها مش هسه وقت الدواء. هي للساعة 8 موعد دواها. طيب لازم تنتظري يعني اقل شيء 6 ساعات. ايوه. طيب شو هذا العصير؟ هذا إلك ولا ياسمين؟ وتالين ما بيقدروش يشربوه لأنه ليمون وزنجبيل حار. شربوه مفيد مليح هذا. ياكلوا فواكه أحسن لهم هم أخف. يلا قطعي لهم كل واحد بقطعة. تعي يا رغد الله يرضى عليك. شو نقطع لكم؟ بدنا هذا كل الأنواع هاي تاكلوها. تقدر تاكلوا الصحن كله تحدي. تحدي المريضين. أول هذا شيء تحدي. أنا حابة الموز. لا أول شيء الموز. آخر شيء الموز هذا تحلاي آخر شيء. بدنا برتقال وكيوي أول شيء. يلا مين تالين قومي. لأنه الكيوي ترى فيه فيتامين سي أكثر من البرتقال على فكرة. برتقال خذي كيوي أول شيء الكيوي. ما جبتيش صحون وسكينة؟ خضر. هو أصلا من ثاني يوم يبدأ التعب تيجي ترتفع حرارتك. ثاني يوم مش من أول يوم صح؟ خبير صار يعني أول. بيعرف يعطي نصائح هسه. صار يعرف يعطي نصائح. تفضلي. ياسمين هذا بدك تشربيه كله. كله؟ عشان تصحصحي وتروحي على المدرسة بكرة بعد بكرة. هاي العصائر الخضراء هاي اختراعات رغد اللي بعرف شاطرة فيها. لو انكم كنتوا تشربوا هالمشروبات معي ما كان مرضوا. شايفة؟ هي مش ما بيمرض المرض بيجي بس لكن بزيد المناعة يعني بتصير سرعة الوقاية الشفاء. خير من العلاج. ايوه الوقاية. الوقاية خير من قنطار عباد. يلا عليهم العافية وإن شاء الله لا يبعدوا عننا امين. المرض. وانت ليش ما سويتي عصير ليش؟ هسه بشرب سويت. عشان الوقاية يعني. لا سويت هسه بشرب. خذي ايدك خذي كيوي. خذي الصحن كله يا ماما خلصيه. لازم كله يخلص. ما لهاش خلق هسه تسولف ولا اي شيء. راح مفعول الشراب. راح المفعول خلاص راح الدواء. خالد متنشف ما شاء الله. خالد لاني اعطيت الدواء وطلعنا عشان هيك.
غير أيوة. هيك خالد يعني بدأت تراجع معه ان شاء الله. إن شاء يوم الله. آخر يوم. شايفة يا تعليل لازم الواحد يقوي حاله بالاكل قبل ما يمرض. دايماً- صح؟ هاي نصيحة للأولاد الصغار، أكلوا. دائما لازم تاكلوا اكل صحي ولازم تاكلوا خضروات. السكر مرة حامض. حامض. لا. يعني بشعر بالطعم يعني ما بيجي شيء ان شاء الله. راح ارجع يعني صار الطعم عندي خبيث. الله يستر. وأنت ياسمين بتحسيه بالطعمان؟ بعدني بحس ما فقدتش صراحة الطعمة، بس حرارة وحلق بس. حلق؟ يعني الحمد لله الحراره ما في شرشون عرقان ما فيش حراره. انا مخيف إيه. ان انا يدع فيها بيحرق بس لكن الحراره ما فيش. لا الله يبعده إن شاء الله، الله يبعده عننا. يلا خلودي خلص صحنك يا ماما. وأنت ياسمين بس تخلصي العصير مشان تاكلي فواكه. ماشي؟ ماما صحتين صحتين شغالين. ممرضات. ممرضات ام خالد اليوم اشتغلتي ممرضه اليوم والله كامل. ورغد ساعدتني اقول لها ديري باش لانهم نايمين عندها بالغرفه، اقول لها ديري باش على الحراره، بس حسي حدا صار مساعد ممرض اول. ماما أسرع صح ما لا طعم ولا لون. ايوه أنا لما آخر يومين اللي كنت مدكن بيها بقوة كنت الحلب من عندي اللي ما عندها طعمة، صرت أحس بطعمة غريبة أول ما أشرب المي. هاي هذا من حلقك يا ماما. يلا عليكم العافيه ان شاء الله، ما بدناش نطول عليكم الفيديو اكثر من هيك، وبنشوفكم بفيديو جديد ويوم جديد بامان الله.